بمكونات اقتصادية وبسيطة هخليكي تعملي أحلى كب كيك للولاد، وب4 بيضات بس هتعملي حوالي 30 كب كيك. يعني وصفة سهلة وسريعة واقتصادية. ولو أول مرة بتتابعيني أنا مروة، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة. ويلا نبدأ. معايا 3 كوبايات دقيق، كوباية كاكاو خام أسباني، ورشة ملح، وباكو بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هقلب المكونات الجافة واسيبها على جنب. وفي بولة هحط 4 بيضات ورشة فانيليا وكوبايتين من السكر، وهبدأ أضرب الخليط بالمضرب أو بالخلاط، الاتنين هيدونا نفس النتيجة. ومهم ان البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة علشان ما يكتلش معانا. هضيف كوباية من اللبن وهكمل خلط لغاية ما الاقي ان الخليط بدأ يهيش معايا ولونه بدأ يكون فاتح. هنزل على الخليط كوباية زيت شوية شوية، وانا بستخدم الاكواب المعيارية. هنزل دلوقتي بالمكونات الجافة وهستمر في الضرب. وده بيكون شكل القوام المظبوط بعد الضرب. واسهل طريقة في الصب هي سكوب الايس كريم، ولو برضو في الكوب بتاع لقمة القاضي او الزلابية بيبقى ممتاز جدا. وبنضف القالب، لو في اي خليط واقع عليه بنضفه قبل ما يدخل الفرن. وهدخله فرن انا مسخناه من قبل على 180 درجة لمدة ربع ساعة. بتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.